السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيتجدد اللقاء بكم مره اخرى ان شاء الله. وصفتنا لهذا اليوم هي الدجاج معمر مرافق باللوبيا اللي بشكل مختلف صراحه. هذا هو الطبق اللي قدمت في برنامج لاله مولاتي مع لاله سناء الكناني، اللي شكراته بزاف وجميع المستمعات تواصلوا معايا في الخاص على اساس باش ننزل لهم الوصفه. دونك انا غادي ننزل لكم هاد لا فيديو، يعني ما كنتش دايره بحساب انني غادي نصوره في اليوتيوب. دونك غادي نحاول انني نوصل لكم المعلومه، لانه هاد اللقطات هذه فقط خديناها من وسط الحصه، على اساس يعني ان شاء الله نقدموها في فيديو اخر بشكل اخر وبطريقه اخرى ان شاء الله، وندوزو المقادير والطريقه ان شاء الله. اول شيء كناخذوا الدجاج اللي كنغسلوه ليله قبل. نتوما تبارك الله عليكم ما شاء الله كلكم كتعرفوا تغسلوا الدجاج، يعني كنغسلوا الدجاج بليله سابقه. يعني ماشي ضروري، يعني ماشي يكون داك النهار، يعني الدجاج ضروري خصو يكون ليله سابقه في الثلاجه. اولا غناخذوا ان بول اللي غادي نديروا فيه العطريه لا ماغيناد باش غنمغيو هاد الدجاج ان شاء الله، وغادي ندوزو المقادير والطريقه مع بعض. غادي ناخذوا صوص صوجه ثقيله نديروا منها 3 ديال المعالق كبار حتى ل4 على حسب الكونتيتي الدجاج اللي عندكم. انا غادي ندير معلقه ديال الهريسه، وهنا كتبقى حسب الذوق. يعني شوف، بالنسبه لهاد الدجاج هذا ضروري من الهريسه، يعني واخا ما كتاكلوش الحار خصكم ديروا واحد شويه باش كيزيد ينسمع اكثر واكثر. غناخذوا معلقه كبيره ديال الثومه، وغادي ناخذوا 2 معالق ديال لا ماغينات ديال الدجاج يكونوا متوسطين، وغادي نديروا شويه ديال الملح. وهنا غادي نراعيو الملح لان عندنا صوزه مالحه، عندنا لا ماغينات ديال الموطار حتى هي مالحه. ودونك الاشبال اللي غادي نخدموا بها ولا فروماج اللي غادي لا فاص اللي غتكون داخل في الدجاج حتى هي مالحه. دونك خصنا نهزوا عفوا الملح ونراعيو يعني شويه شويه، ودائما نحسنوا الذوق باش نعرفوا شنو كاين. غادي نضيفوا كذلك معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال الابزار، 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس، وغنديروا تقريبا واحد 40 غرام ديال الزبده اللي كتزيد تعطينا نسمه للدجاج. انا غادي نحاول انني نخلط هاد العناصر هذه، اضافه على واحد العصير ديال الحامضه. غادي نحاول انني نخلط هاد المكونات يعني جيدا. وغناخد الدجاج ديالي هنا وغادي نبدا نعمر في نمغيه مزيان. الا لاحظتوا باننا هنا راه ما درناش الزيت بصفه نهائيه. علاش ما درناش الزيت؟ لان الزيت ما كتخليش لا ماريناد يعني تشد في الدجاج. دونك حنا غادي نديرو يعني لا ماريناد هي الاولى، ومن بعد غادي نديرو الدجاج. هادشي علاش غنحاولوا ندهنوه مزيان ونلبسوه يعني مزيان. ومن الاحسن اننا نخليه واحد نص ساعه، يعني الا كنا غير في البيت ديالنا ولا عندنا جايين عندنا ضيوف، نحاولوا اننا هاد لا ماريناد منين نديروها الدجاج نخليه واحد نص ساعه حتى لساعه المكانه، باش هكا كيجي طري وكيجي لذيذ.
بالنسبة لهاد لا مارينادا البنات تقدروا تشويو بها الدجاج، صراحة كتجي رائعة بزاف. يعني اللي بغى يشوي الدجاج عوض ما كنديروا ديك الشرموله ديال الدجاج اللي كنشويو بها الدجاج، فهاد لا مارينادا هادي كتجي رائعة. يعني كنديروها بحال هكا ونخليو الدجاج واحد الساعة ولا ساعتين في الثلاجة، من طبيعة الحال غادي يكون ليلة قبل في الثلاجة، ومن بعد عاد فاش كنبغيو نشويوه عاد باش كنضيفوا ليه الزيت. صراحة كيجي رائع رائع بزاف بزاف. الا لاحظتوا بان لاله سناء يعني كانت في المباشر وكتقول لكم راه هاد الريحه تبارك الله ما شاء الله طالعه، فانا قلت غادي نقدمه معكم. بالنسبه للصلصه اللي شاطت لينا هنايا من لا ماريناد ديال الدجاج، ضفنا عليها معلقه ديال لا ماريناد ديال الدجاج، وزدنا شويه ديال الهريسه، شويه القزبر والمعدنوس. وهنا غادي نزيد شويه ديال لي 5 بي، تقريبا واحد المعلقه، اللي هما الاعشاب المنسمه اللي صراحه كتجي غزاله في الدجاج وكتزيد تعطيه نسمه اكثر واكثر. غادي نضيفو 300 غرام ديال الفرomاج، 300 غرام ديال الموتزاريلا، مع 300 غرام ديال الجبن بالاعشاب المنسمه. هنا غادي نضيف شويه ديال الخرقوم. في هاد الاثناء هادي غادي عاد باش غادي نضيف الزيت، وغادي نضيفو 300 غرام ديال عفوا ديال شامبينيون. ممكن تضيفوا شامبينيون يعني طري. غادي نحركوا المكونات كلها، غادي نحركوا هاد الشرموله جيدا حتى تلبس لينا. في هاد الاثناء غادي نكونوا خدينا 4 ديال لي مورسون ديال الشعريه الصينيه ديال الروز اللي فزقناها بشويه ديال الماء دافي، وصفيناها من الماء وقطعناها رقيقه. غنضيفوها للحشوه باش هي اللي غادي نعمروا بها هاد لافاكس، هي اللي غنعمروا بها الدجاج. الا لاحظتوا الشرموله راها يعني راه تبارك الله ما شاء الله راه كتبان باش يكون عندنا الدجاج عامر مزيان ومنسم وملذذ. غادي نزيد هنا شويه ديال صوص صوجا، غنحاول انني نحرك ندمجهم مزيان باش يتلبس ليا حتى هو بالعطريه. الدجاج ها هو تشرب لينا، يعني من بعد ما قادينا لافاكس فراه الدجاج تشرب. غادي ناخذ الدجاج وغادي نبداو نعمرو. غادي نقسمو هاد الحشوه هادي على 4 وغادي نبداو نعمرو بالنص بالنص. هنا كنوجدوا واحد الخويطات باش غادي نحزموا الدجاج ديالنا الرجيلات ديالو. غادي نعمر، نحاول انني ناخذ الكونتيتي اللي غتقدني ونعمر. بالنسبه للدجاج نتوما اما تخيطوا اولا ديروا ليه كيردون. دونك هنا استعنا بكيردون، يمكن لكم تخيطوه وتقدروا حتى تلفوه. غير هو بالنسبه من الاحسن ان الكيردون ولا الخيط كيجمع الدجاج، لانه ملي كتكون لافارس يعني الدجاج عامر مع ديك السخونيه كيزيد يعني تنفخ. بما اننا حنا لافارس فيها فروماج وفيها الموزاريلا فيها الاجبان، دونك غادي تنفخ لينا وغادي يبغي يخرج لينا على برا. ضروري ما نسدوها هكا بكيردون ونسدوه او خيط باش تبقى عندنا الحشوه لداخل، ما يخرجش لينا على برا، يتزطم لينا على برا. ومن بعد غنجمعوا رجيلات بواحد الخيط ديال الرافيه اولا خيط عادي الخاص بالمطبخ. راه تبارك الله كلكم انا سديتوش، لاحظتوا معايا انا سديتو مزيان. ومن بعد غنسدو هاد الرجيلات عادي
باش يبقى لنا الطير مجموع، لافاغ ديالو مجموعه، حتى الشكل ديالو كيبقى مزيان. ومن بعد ما كملناهم كلهم فاحنا غناخدو بكل طير غادي نجيبو ورق المطبخ، غادي ننزلو الدجاج وغادي نرشوه بشويه ديال الزيت. الا لاحظتوا اننا الزيت درتو حتى المرحله الاخيره باش هكا ما يتهربش ليا العطريه. غادي نلفو بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول ان الصدر اللي هو دابا كيبان عندي في الواجهه الفوقانيه هو اللي غادي نقلبو لتحت على اللاطه. يعني غادي نوريكم مزيان، ضروري ما غادي نديرو هاد الالومنيوم بهاد الطريقه وبهاد الشكل هذا باش هذيك لاصوص اللي غادي يطلق لينا، يعني الماء ديال الدجاج العطريه ديالو اللي غادي يطلق لينا يتلف بهذا الشكل مزيان باش يبقى ما يسيحش لينا في اللاطه. بهاد الطريقه حاولوا انكم تسدوه بهاد الطريقه. ودابا غادي نقلب يعني الطير على الظهر ديالو، يعني الظهر ديالو بقى الفوق والصدر بقى لتحت. بعد ما كملنا فاحنا دخلنا الفران على درجه الحراره 180. غادي نخليه واحد ساعه ونص حتى لساعتين. هنا غادي ناخذ المرافق اللي هي اللوبيا، من بعد ما سلقناها بشويه الماء والملح غادي نضيفوا لها معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الثوم. هنا اللوبيا ما تسلقوهاش بزاف حتى طيح، يعني خلوها شاده في راسها. معلقه ديال الهريسه، دائما تنذكر يعني اللي كيبغي الحار يديرو، اللي ما كيبغيش الحار ماشي مشكل، ولكن هو لذيذ بالحار. انا غادي نديرو 3 المعالق حتى 4 يعني ديال عفوا ديال الشابلور. ودابا غادي ندير زويته بلديه. غادي نحاول انني نخلط هاد المكونات جيدا. يعني بما ان الفران يعني فيه دجاج حتى هو غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غنفرشوا لها الورق، وغادي دائما نحسنوا الذوق، يعني مره هكا كنذوقوا الحاجه واش مالحه ولا خاصها شويه. هنا كتجي هاد الطريقه هذه كتجي رائعه وكتجي زوينه، يعني حتى اللي ما كياكلهاش يعني في المرق فهي راه كتجي بهذه الطريقه زوينه شرموله، يعني مع الحوت مع الدجاج مع اللحم كتجي مرافق يعني اساسي زوين. دونك غادي نسرحوها في لاطه كيف كتلاحظوا معنا. وغادي ندخلوها الفران، يعني ما غتاخذش لينا بزاف ديال الوقت، شويه ما واحد تقريبا واحد 20 دقيقه، يعني بحال كتشحر لينا كتجي لذيذه. ودابا ندخلوها الفران. غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غادي ناخذوا واحد الكاسرونه وغنديروا فيها 100 غرام ديال الزبده. هذا باش غادي ندهنوا الدجاج ان شاء الله ملي يخرج من الفران. غناخذوا 100 غرام ديال الزبده، معلقه ديال الثومه، غادي نشحروا الزبده مع الثومه. انا واحد الريحه ما نقولش لكم، وهذا كيزيد يلذذ الدجاج اكثر واكثر واكثر. حاولوا تجربوا واخا غير طير ديال الدجاج، وردوا علينا الخبر وحاولوا شاركوا معنا حتى الوصفات اللي كتجربوا. هنا غادي نضيفوا 3 المعالق ديال الصوصوجه حتى ل4، يعني على حسب الدجاج اللي عندنا. وهنا غادي نضيف واحد 3 المعالق ديال العسل. صراحه كتجي هاد
لاستيس هادي كتجي روعة 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 روعة، يعني واخا نتكلم يعني ما نوفيش حقي فيها، لانها كيجي الدجاج بها خطير. وما نخافش عليكم نتوما الحادقات، تبارك الله ما شاء الله عليكم، راكم كل شيء كتفهموا فيه. يعني غتجربوها المره الاولى اللي عمره ما دارها، غادي تجربوها في الدجاج هكا، واخا يكون عندكم غير شويه ديال الدجاج ومقطع، دونك راه حتى هي كتجي غزاله وزوينه. الا لاحظتوا اننا الدجاج خرجناه من الفران، دونك راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. كنحلوه بهذيك الطريقه، كنجيب واحد الزليفه وكنحاول انني نسلت فيه هذاك باش كيعطيني داك المرق اللي شاط. هذاك المرق كنحتفظوا به جانبا، وكناخذوا ديك الصلصه اللي صاوبنا بالزبده والثومه وصوص صوجا والعسل، وكندهنوا بها الدجاج على هذا الشكل هذا، وكندخلوه الفران. الى لاحظتوا الدجاج انه بقى كيف ما هو، ما تهرس ما حتى شي حاجه. من بعد كناخذ لوز ايفيلي، عفوا كناخذ فروماج غابي مع شويه القزبر والمعدنوس مقطع، وكنجيبهم هكا في هذه الواجهه، فروماج غابي مع شويه القزبر والمعدنوس. ومن بعد كنرش عليه اللوز ايفيلي اللي ضفت ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاحمر. هذا ضروري في الواجهه باش كيعطينا داك الشكل اللي كتشوفوا يعني في النهائي. شفتوا شويه ديال اللوز مع شويه ديال الفلفل الاحمر، ناخذوا الكونتيتي اللي غتقدنا، شويه الفلفل احمر، ها شويه ديال المليحه، وغنميلونجي. وغادي ننزلهم فوق الفرomاج. صراحه البنات صدقوني رائع رائع. كيف خلاتها لاله سناء، راه الريحه وحنا في البرنامج وريحه الاستوديو ما نقولش لكم، ريحه الدجاج وتبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، واحد الريحه واحد اللوغو زوين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوه. وهذا هو الشكل النهائي. بالنسبه لهاد الصلصه فهي اللي حيدنا من الدجاج، فاحنا درناها في واحد الكاسرونه، خليناها تغلى واحد شويه، وضفنا ليها معلقه ديال المايزينا، يعني غير باش تجينا شويه هكا عقده. دونك خرجنا اللوبيا ستفناها بهذا الشكل، نزلنا فيها الدجاج من بعد ما تحمر في الفران، وقدمناها مع الصلصه ديالها اللي حيدنا في الزلافه، مع معلقه ديال النشا حركناها مزيان على نار في كاسرونه. دغيا ضفنا ديك المعلقه وحركنا ودرناها في زليفات هكا، باش قدمناها بهذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوها وتشاركوا معنا الوصفات اللي جربتوا معنا ان شاء الله، وفي حلقه اخرى ان شاء الله.